هلو هلو، ازيكم حبايبي؟ طبعا موسم التفريزات بقى والخضار وتجفيف الخضار والكلام ده كله هيبدأ معاكم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. هجفف معاكم الكزبرة والبقدونس والشبت، بنحتاجها. الخضرة بنحتاجها في حاجات كتير جدا، واوقات لما نيجي نستعملها بنلاقيها باظت. فدي بقى حلوة، بتسهل علينا جدا. الخضرة المجففة دي هعمل معاكم الكزبرة والبقدونس والشبت والنعناع، وطبعا ينفعونا في حاجات كتير جدا. هاجي معايا هنا الكزبرة والشبت والبقدونس. وهقول لكم بقى عشان في ناس كتير بتتلخبط ما بين الكزبرة والبقدونس. هقول لكم دلوقتي ازاي تفرقوا ما بينهم بكل سهولة. دي الكزبرة، شايفين الورقة بتاعتها ضعيفة ومتنية ازاي وطرية؟ دي ورقة الكزبرة العناقيد اللي من فوق. ونفس الكلام هوريه لكم في الورق. ده البقدونس اللي انا باخد منه دلوقتي. شايفين البقدونس؟ الورقه الكبيره دي ورقه البقدونس، ليها 3 فروع. الورقه الصغيره دي ورقه الكزبره. وشايفين برضو ورقه العود بتاع البقدونس رفيع وناشف، مفهوش ميه زي العود بتاع الكزبره. وطبعا الشبت طبعا ربنا يخليه لينا طبعا، عشان بنعرفه بسرعه كده وما بيتوهناش كده وبيلخبطنا. وده النعناع. هاجي بقى معاكم هنغسل الخضرة غسلة كويسة جدا جدا جدا. هحط عليها شوية خل عشان يمنع اي جراثيم فيها، واغسلها لحد ما ميتها تبقى بيضة خالص. ونفس الكلام في النعناع، برضو شوية مية وندعة خل صغير. وطالما بقى عندنا نعناع فريش نستغله كده، ونحطه في كوباية مية حلوة. بعد ما الخضرة اتغسلت هحطها في مصفى تتصفى خالص من ميتها. وبعد كده هبدأ اقطفها. قطفتها من الورق، يعني ما خليتش عناقيد خالص، وحطيتها على قماشه بيضه كده، وسبتها يا دوبك تتصفى ميتها. هاجي بقى هنا عندي في الطبق بتاع الميكرويف، هحط فيه الخضره وانشفه لمده دقيقتين او 3 دقايق تقريبا. اللي ما عندهاش ميكرويف يا جماعه، نفس الطريقه بالظبط زي ما انا حطها على القماشه البيضه كده. سيبيها على القماشه لحد ما تنشف لوحدها في الهواء، او عندك شويه شمس نشفيهم عليه وهتبقى زي الفل. خلاص، شايفين بقى الميكرويف نشفها ازاي؟ يعني الميكرويف طريقه اسرع شويه. اهو حلو جدا وسهل وسريع، وتبقى عندك خضار مجفف احتاجتيه في اي وقت، او اتزنق الدنيا معاك هيبقى عندك الخضار بتاعك. شايفين اخضر وريحته طبعا جميلة جدا. يا رب تكون طريقتي سهلة عليكم ان شاء الله، وجربوه. وبألف هنا وشفا، ولايك وشير. باي باي.